السلام عليكم خوتي الرجاويين، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. كما شفتوا اليوم صبحنا على واحد الخبر زوين، واحد الخبر اللي كيفرح. الرجاء كتوقع الخالد كبير علوي ب3 سنوات. الصفقه كما تنقولوا بالدارجه المغربيه ديالنا هوته، على الرغم من ان ايتمنى والحيداوي داروا ما في جهدهم باش يفشلوا هذه الصفقه هذه، ولكن اللاعب هنا فين كتعرفوا ان اللاعب راه جاي باغي يلعب في الرجاء. راه كان بامكانه ما يتفاهمش مع الرجاء على الشرط الجزائي، يقول لهم لا ما بغيتش نجيب الشرط الجزائي كما نشروا شي جرائد ان خالد كبير علوي ما بغاش يجي الرجاء بالشرط الجزائي، بغا لوسياس بيعو. المهم الخوت، لاعب فضل العرض ديال الرجاء على العرض ديال الاحزاب السياسيه، فما علينا الا ندعموه الا نساندوه الا نباركوا هذه الصفقه ونقولوا الله يسر لك والله يوفقك ومرحبا بك في مشروع الرجاء الجديده. اما بالنسبه للناس اللي خرجوا كينتقدوا الاداره حيتاش فشلت الصفقه ديال بوريغا، يكفي الخوت تشوفوا غير المونطو اللي وقع به بوريغا، القيمه ديال الصفقه وراه مليار و200 مليون الخوت، راه غادا المليار و200 مليون، راه غير اللي باينه مليار راه مضمونه. 400 في سيون السويسري، ياك 400 خداتها سيون السويسري باش غتعطيك اللعاب غياخذ ما بين 260 و 270 مليون في العام. ضرب 260 ولا 270 مليون في العام ضربها في ثلاثه، شحال غتعطيك؟ نديرو غير 600 زائد 400 ديال سيون هي مليار. فين هما لي بريم؟ فين هما البيوت اللي غيماركي لك وتبقى تعطيه وتجي مارسا ماروك تعطيه؟ بشحال غيولي مقيوم عليك هذا اللاعب؟ الدوبل ديال بيرسيتاو، الدوبل ديال بيرسيتاو غتوقع عليه 3 سنين ولا عامين، غتوقع عليه عامين ب 800 مليون 700 مليون. بيرسيتاو هادشي اللي طالب، هو طالب 25 مليون مغربيه في الشهر، الا عطيتيه 30 مليون مغربيه في الشهر غيجي عندك. وتخيلوا معايا بوريغا غلا من بيرسيتاو، وجاي واحد راسو مربع تيقول لك فرطتو في لاعب. اش من لاعب راه كان غيجي غير بحيط رجاوي على الانتماء، وكنا غنعطيو فيه واحد 200 مليون يستاهلها. 200 مليون يستاهلها، واخا ما دار والو العام اللي فات. فين هي الاحصائيات اللي كنتو كدويو عليها؟ لاعب ما عندوش احصائيات، لاعب ما لعبش. هذا بوريغا راه لعب غير معدل ديال الدقائق اللي لعب راه غير 27 دقيقه، ماركي بيت واحد في العام كامل. بغيتو نشريوه بمليار، ومليار حسبها وحسبها لراسك، انا ما نقولش لك، حسبها لراسك. 400 داتا سيون، هو غيدي 260 في العام. والمهم الخوت، هنا فين تفهموا ان السمسار خطير، ان السمسار تيفكر في المصلحه ديالو الشخصيه، هو عاد تيفكر في المصلحه ديال اللاعب. هنا بغيت نوجه واحد الرساله للمهدي المشخشخ. مهدي المشخشخ اخويا، راه خاصك تمشي تدبر على شي وكيل من المستوى ديالك، نصيحه لوجه الله، انا كنعطيك نصيحه، اعتبرني خوك. سير دبر لك على شي وكيل اللي من المستوى ديالك، شي وكيل اللي غيديك تلعب اليوروبا ليغ والشامبيونز ليغ، ماشي وكيل اللي غيديك الدوزيام سيري ديال روسيا. وفرضا حتى لو داك البروميير سيري ديال روسيا، شكون غيشريك اخويا؟ شكون غيعاود يسول فيك؟ شكون هما هاد القنوات العالميين اللي كينقلوا الدوري الروسي؟ شكون هو هاد الكشاف ولا هاد المنقب اللي غادي يمشي للدوري الروسي يقلب على لعابه؟ راه معروفين المنقبين راه تيمشيو لاوكرانيا، تيمشيو يقلبوا على اللعابه ديال شاختار، ماشي ديال روسيا. مشى هذاك العهد ديال سبارتاك موسكو ولوكوموتيف وسيسكا، مشى هذاك عهد جديد، كلشي حاقد على الرواسه. يعني اخويا نتايا راه غير من الصفقه ديال ايمن مريد تفهم كيفاش اللعاب مشى ب 900 مليون ولا نقولوا مشى بمليون ديال الدولار، ياك من بعد اسبوع القيمه التسويقيه ديالو كطيح ل 600 الف دولار، باقي يمكن ما لعب حتى شي ماتش. من هنا تستافد اخويا مهدي مشخشخ. حاول تقلب على شي وكيل اللي من المستوى ديالك، عنده لا ليسونس ديال الفيفا، راه ماشي ما عندوش، ولكن راه الناس اللي تيخدموا معاه ما عندهمش لا ليسونس وكينتميو لواحد الدوله بعيده على عالم كره القدم. نذكر كاع الجنسيه ديالهم من ماسيدونيا، من مقدونيين. يلا الا جينا نهضروا دابا وكيل سمسار، راه ماشي وكيل، غير هو اللي عنده لا ليسونس. اما السماسريه اللي معاه اللي من ماسيدونيا راه ما كاين لا رخصه لا والو، ما عندهمش الرخصه، مجهولين كاع، معروفين انهم عندهم الجنسيه المقدونيه. يلا الخوت، فتخيل معايا انت غتعتمد على واحد الوكيل اللي هو اصلا ما عندوش رخصه ديال الفيفا، ضامنوا غير واحد مغربي عنده الرخصه ديال الفيفا. وهذا الوكيل هذا راه نهار الماتش ديال الامال في كاس التميز راه هبط حتى للتيران لتحت. فين عمر الرجاء بالتقاليد ديالها العريقه، فين عمرها هبطات الوكيل يهضر مع اللعابه مباشره؟ هذه اول حاجه، بغيتي تهضر معاه مباشره سير دير معاه قهوه، ماشي في السونتر ديال الرجاء ولا في دونور في الماتش. المهم الخوت، هنا فين تفهموا ان الوكلاء باقيين وسط الرجاء، الوكلاء اللي ما غاديين ينفعوا الرجاء في والو. اللاعب دابا المهدي موهوب بقاش مشى لروسيا، دابا تقريبا نقولوا عام، ياك لعب عام كامل، ماركه بيوتا تبارك الله، غادي في خط تصاعدي.
شحال مشى بمليار و800 ياك. هو باقي في مليار و800 كقيمه تسويقيه، ما طلعش. بالعكس راه غادي ينزل العام الجاي، غيبان لكم نزل، واخا يتالق يبان لكم نزل. المهم بالعمري عاوتاني، بالعمري كما كنعرفوا باقي عليه عام في الكونطرا. قبل ما نهضر على بالعمري راه غادي ندوي على بولكسوت بعدا هو الاول، حيت هو مرتبط بهذا الوكيل هذا. بولكسوت انا كنثق فيه، هو كشخص رياضي كنثق في بولكسوت. كما كنت كنقول لكم في الاول، راه بولكسوت غيجدد لانه شخص رياضي كيهمو المشروع الرياضي عاد الفلوس، ولكن كيركز لك على المشروع الرياضي هو الاول. هذا بولكسوت حتى هو خدام مع هذا الوكيل هذا. والصدفه الغريبه والعجيبه ان بولكسوت والمشخشخ هما اللي خرجت عليهم الاشاعات بخصوص انتقالهم خارج الدوري المغربي. يعني هنا الخوت شنو كنستنتجوا؟ ان المصدر ديال هاد الخبرين مصدر واحد، لان الوكيل ديالهم وكيل واحد. المهم الخوت دابا ندوزو بالعمري كما كنعرفوا باقي لي عام في الكونطرا ياك. الوكيل ولا الوكيله ديال بالعمري عقليه اوروبيه، ريتا السقاط. المهم انا كنتمنى من المشخشخ يحاول يتواصل مع هاد الوكيله هادي، من الاحسن ليه الا بغى يمشي يلعب في اوروبا، من الاحسن ليه. بالعمري خايف انا من حاجه وحده، الا ما يجددش يمشي ليبر هنا غادي يولي خائن. علاش الخوت؟ لان الراجل في الاول ما جابتوش ليبر، مازال كون جابتو ليبر عادي نقدروا نقولوا متفقين معاه من الاول ان جابتو ليبر يمشي ليبر، هذه معروفه في الكره. بالعمليه تسناو الخوت الجديد. ما كره انا شخصيا الا كان الزيات غيدير شي صفقه كبيره وشي لاعب دولي، يبدا بالعمري هو الاول، يجدد ليه واحد العامين ولا 3 سنين، هذه اول حاجه. وهنا كنفهموا الخوت ان الزيات ما غاديش يلقى التحدي ديال المشاكل الاداريه اللي كاينه في الرجاء فقط، المشاكل الاداريه الماليه الرياضيه اللي كاينه في الرجاء. هنا الخوت علاش كنقول لكم راه خصنا نوقفوا لجنب جواد الزيات والاداره كامله بجميع الاطياف ديالها، ماشي غير الزيات بوحدو، الزيات واللي معاه.